اليوم راح نوقف مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لك عن أفضل الناس. يعني سؤال، لو قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل تحب أن تكون من أفضل الناس؟ يا سلام، يا سلام، مين ما بيحب يكون أفضل الناس؟ من لا يحب أن يكون من أفضل الناس؟ هذا تطلب متطلبات إنسانية. لكن وين مشكلتنا اليوم؟ مشكلتنا اليوم يحب أن يكون
ولا غل ولا حسد، لا أنت مقهور ومكروت من جوا عن الناس، ولا أنت حاسد الناس تتمنى زوال النعمة عن الآخرين. ولذلك إحنا اليوم لما بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس، مش أفضل الناس معه مال، ولا أفضل الناس اللي عنده منصب، ولا أفضل الناس اللي صوته عالي، ولا أفضل الناس اللي سيارته أبصر شكلها، ولا أفضل الناس اللي مش عارف من أي عيلة. مش هذا أفضل الناس. أفضل الناس أنت بتحددها، مش بشهادتي، بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. أعمالك اللي بتحدد، مش أفضل الناس اللي بيطلع عشان بس تعشفوني أنا. والمشكلة لما بيكون في إنسان يلبس لبوس الدين، والله العظيم ما معه خبر الدين. المشكلة لما يأتي الكذب والزور والبهتان والتطاول وتحطيم الآخرين والكذب على الملأ عن طريق اللبس اللي لابسه، لابس هالدشداش ولابس مش عارف ايش، وانه بضحك على الناس. لا، انما اخشى عليكم جاهلا متنسكا. جاهل بس عامل حاله شيخ، جاهلا متنسكا، واحد جاهل لكن لما تطلع عليه تفكر والله من شيخ الإسلام والمسلمين، والله ما معه خبر الوضوء كيف توضي الواحد. الأفضلية أنت تحددها، مش يحددها لا عيلتك ولا نسبك ولا مالك ولا لا. اللي بيحدد أفضليتك أخلاقياتك، اللي بيحدد أفضليتك أخلاقياتك، تصرفاتك مع الناس. في ناس من الصبح بصبح يدور على الشر دواره، نسأل الله العافية، يعني بس يفرفك عيونه، يا الله يا رب اليوم والله ما أنا عارف اليوم بدنا نكب بلانا على مين. تكب بلاك على مين؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما أنت راجع له سبحانه وتعالى، ما أنت بدك توقف عنده سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما أنت بدك ترجع عند ربك سبحانه وتعالى ويسألك ويقول لك شو عملت وشو سويت وليش هاي يمين وليش هاي شمال. أفضل الناس أمر أنت بتحدده، ونسأل الله عز وجل أنك تكون ضمن هاي المواصفات. لازم المواصفات هاي إحنا نحطها قدامنا. يعني اليوم لما بيجي واحد يشتري سيارة بيقول لك إنه مواصفاتها 1 2 3. طيب حط مواصفات أفضل الناس أمامك وقول تعال قديش تطبق منها، قديش بتجيب منها من 50 من 70 من 90. صدوق اللسان، تقي نقي لا غل ولا حسد، وتكون أنت من جوا ما فيش عندك لا إثم ولا بغي. 7 مواصفات بدنا نجربها أنا وياكم ولو اليوم. إن عجبتك كمل على اليوم الثاني. وإذا قلت لا والله جلدي بحكري ما بعرف أقعد ساكت، فاعلم أنك مخذول، لأن الخذلان حصول المعصية مع الفرار منها، والتوفيق هو حصول الطاعة مع طلب المعصية. هذا بدأ شرح. الخذلان حصول المعصية مع أنه هارب منها، والتوفيق حصول الطاعة مع أنه يهرب منها.